السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعنا مع بعض ان شاء الله النهاردة بباقي تجهيزات اكل الفرح. طبعا احنا دلوقتي الفيديو اللي نزل امبارح ده كان بالليل، واحنا النهاردة تاني يوم الصبح. طبعا ده اللحمة العرق، اللحمة الباردة. طبعا لسه هيتقطع شرايح كده. ودي الكفتة اللي احنا عاملينها مع بعض امبارح، اللي هي المحشية بندق دي. وديتي زي الرول كده، زي رول الفراخ كده بقى، محشي جبنة موتزاريلا وجبنة مقرومي وفلفل وبندق وبيض وحاجات من دي. كان يعني تشكيلة مختلفة كده. ودي طبعا الكفتة البانيه. طبعا بعد ما اتصبعت كده وطبعا واتبلت بقى في البقسماط والبيض وكده. هنشوفها برضو هي بايه بتتحمر في الزيت كده. دي الكفتة البانيه وهي بتتحمر. طبعا الشيف مجدي ما شاء الله عليه، تسلم ايديه، كان عامل ما شاء الله النهارده اكل عظمه. برافو عليه ما شاء الله، ربنا يصلح حاله الشيف مجدي. طبعا ده شكل الكفته. طبعا هي بتتقلى بقى، كفته البانيه دي بتتقلى كده في الزيت، وبعد كده ويحطها كده على النار، تاخد تغطيعه بسيطه كده، ويحط عليها الصوص ويكمرها، بتبقى جميله جدا. وده شكل الوجبات بتاعتنا كده واحنا بنعبيها. طبعا فيها صابع من اللي هو الكفتة المحشية بندق، وقطعة لحمة كبيرة، وصابع من الكفتة البانيه. وده شكل طبعا الأكل برضو هو متجهز. دي اللحمة الباردة وهي متقطعة كده في الأطباق. وده اللي هو الرز بتاعنا. طبعا الرز بالكبدة والمكسرات. ودي الطحينة. الشيف مجدي شاهين طبعا في ديكيرنس. اكتب لكم برضو رقم التليفون بتاعه في صندوق الوصف، لو حب يعني لو حد عنده مناسبة ولا كده. ما شاء الله شيف، يعني مفيش بعد كده، مش محتاج كلام. تسلم ايديه بجد والله الشيف مجدي. طبعا هو معايا متابعني وهيشوف الفيديو ده ان شاء الله. وده طبعا الخضار بتاعنا، طبعا بسلة كده سوتيه بالبصل والجزر. والحلو بتاعنا طبعا جيلي بالفاكهة، متقطع فيه موز بقى وفراولة وحاجات من دي. ودي طبعا الكاسترد، مهلبية الكاسترد بالمكسرات. وده بقى جزء من السلطة بتاعت النهار. الاكل البانيه مطلوب من الناس اللي عرفونا في التسجيلات ومشتركة في القناة. فعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد مني اول ما انزل. وده شكل الكفتة بتاعتنا.